بكم بمطبخ منال الحلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. طبعا اليوم الفيديو رح أعمل لكم أكلة السبانخ. طبعا أكلة السبانخ أكلة مفيدة ومقوية ولذيذة كتير. أول شي رح نبدأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. عنا هون السبانخ، عنا هون كيلوين ماشي أختي، وعنا هون عنا لحمة. طبعا لحمة شوي للطعمة، في ناس ما بيحطوا لحمة بس بصل، وعندي بصلة صغيرة ماشي أختي، وعندي هون كزبرة، وعنا معلقتين ملح. كتير السبانخ سهلة، جربيها واعملي نفس طريقتي وان شاء الله رح تنال اعجابك ورح تطلع كتير لذيذة ماشي اختي. اول شي هلا رح نجيب السبانخات. طبعا عنا هيك مربوطات بهالشكل هاد. طبعا السبانخ رح نقطعه، بعد ما نقطعه ونفرمه رح نغسله وننقعه منيح منيح ماشي اختي. اهم شي انك تغسليه لانه بيطلع فيه تراب احمر ماشي. طبعا الغسيل انا هلا رح افرجيكم كيف رح اقطع ورح اغسله ورح ارجع لكم بعد ما انتهي لانه بده شغل. عنا هون بتيجي جزرة وحدة رح نقطعها بهالشكل هاد، ما رح ناخذ منها كتير، بهالشكل هذا، بهالشكل شوفي اختي، بهالشكل رح نقطعهم طبعا كلهم بهالشكل هاد ورح نفرمه ونغسله منيح. اهم شي انك تغسليه منيح منيح ماشي اختي. رح ارجع لكم. طبعا اخواتي انا هلا هيك فرمتهم. طبعا الزوعه من هون فرمتها طبعا وغسلتهم شوي، ورح ارجع اغسلهم بعد ما افرمهم ماشي اختي. رح افرجيكم هلا الفرم. طبعا هلا رح ناخذ هالكميه هاي، ما رح تصغري القطعه. طبعا الفرمه رح تكون عاديه يعني ماشي اختي، بهالشكل هاد. هلا انا رح اكمل ورح ارجع لكم. هلا انا هيك غسلتهم وصفيتهم منيح. هلا اخواتي هلا انا هون غسلتهم مثل ما قلت لكم. هلا عندي البصله صغيره طبعا رح افرمها فرم خشن ماشي اختي. هلا هيك البصل انا فرمته. وهلا انا مشغله تحت المقلايه معلقه طبعا سمنه، طبعا معلقه سمنه. رح احط البصلات. هلا هيك البصله قليناها شوي، وهلا رح نحط اللحمه هالشكل. رح نقليها كمان تقلاي منيحه، رح نقليها مع بعض. بس بتمنى منكم اخواتي تحطوا لي لايك وشير واشتراك وتفعلوا لي جرس التنبيهات مشان اوصلكم وصفاتي اخواتي ماشي. هلا انا هيك قليت وراح احط معلقتين كزبره صغار. الكزبره حسب الرغبه بس بتعطيها طعمه كتير طيبه. هلا هيك رح نقليهم شوي صغيره مع بعض، ما رح نكتر. وهلا بعد ما قليناهم شوي صغيره رح نطفي تحتهم النار ماشي اختي. وهلا عنا هون الطنجرة، عنا اياها لازم تكون واسعة. رح نحط هلا السبانخ اخواتي. هلا هيك انا هلا حطيت الطنجرة على النار، طبعا شغلت تحتها هلا هيك عالي. وهلا حطيت السبانغات. هلا هن مبينات كتار بس هلا هن ما بيطلعوا غير صحن صغير. وهلا عندي كاسة مي بهالشكل هاد. هلا رح احطهم ورح اخليهم شوي صغيرة يغلوا. هلا انا هيك 5 دقايق السبانخ طبعا غطيتهم. شوفي اختي شلون نزلت السبانخ كل ما لون بكشوا. وراح احط اللحمات والبصل بهالشكل مع الكزبرة. ما ننسى الملح. طبعا في ناس بيحطوا له ملح ليمون، انا لا، الليمون طبعا راح اعصره عصر بعد ما اخلص بهالشكل. هلا راح احط الملحات بهالشكل هاد. وراح نحرك.
هلا كمان رح اخليها شوي صغيرة على النار، شي تقريبا 3 دقائق 5 دقائق ما اكتر. بهالشكل هاد رح نغطيها ويكون الغاز واطي. هلا هيك عندي اخواتي خلصت عندي السبانغ بهالشكل، رح نطفي تحتها وهلا رح نفضيها. هلا هيك اخواتي انا صبيتها بالصحن، طبعا طلعت معي هالكمية هاي، ماشي اخواتي. وهلا هيك الليمون رح نعصره عليها. وجربي طريقتي واتبعي معي الفيديو مزبوط من الاول للاخر، وان شاء الله بتنال اعجابك. مستوية اطيب سبانغ. طبعا فيكي تعصري ليمون قد ما بدك حسب انتي ما بتريدي، ماشي اختي. طبعا هلا هيك انا خلصت معاكم السبانغ، وفيكي تعملي جنبها رز، وفيكي تاكليها بالخبزة لحالها. طبعا انا رح اعمل معاها رز. وهلا هيك خلصت معاكم طريقة السبانغ، ولا اسهل. وصحتين والف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي.